حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض فيديو روتين هيعجبكم جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا بقى هنعمل كام حاجه مع بعض. هنحضر بقى فطار وهننضف اوضه النوم، وفي كام حاجه كده هنعملها هتشجعكم معايا، بس تابعوا الفيديو للاخر. بصوا، انا هنا كده اول حاجه اول ما صحيت من النوم حضرت فطار كده، يعني فطار شعبي. احنا لسه خارجين بقى من رمضان وكده، انتوا عارفين الاكلات الحلوه دي وحشتنا قوي. فهنا كده كنت عندي مقشرة بطاطس وعندي بتنجان كمان، وطلعت هنا جبنة قديمة بقى بطماطم كده. حضرت طبق صغير يعني ما كترتش، وعليه شوية طحينة، وكان حلو قوي. هنا كنت حمرت فلفل رومي. جربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي. بصوا يعني ايه، هي مش وصفة، هو طبق كده ايه جنب الاكل، بس بيفتح النفس قوي. بصوا، بحمر الفلفل عادي، بقطعه كده طرنشات، وبحط كده حتة توم وعليها 3 معالق خل تقريبا، وشوية ملح وشوية كمون بس، يعني زي دقة كده، فاهميني؟ بس وبنزلها بقى عليه وخلاص كده. هي بتتغمس كده بالعيش، طعمها بيكون حلو قوي. فطرنا بقى، كان الفطار جاهز على طول. ففطرنا وابتديت بقى ايه شغل في الشقة على طول. وبصوا، شايفين الفطار شكله يفتح النفس ازاي؟ كان عندي بقى هنا شوية غسيل كده، مش كتير يعني، شوية غسيل غوامق يعني. فدي كانت انا كنت شغالة على الغسيل، يعني كل ما اغسل حاجة شتوي بحطها في الشنط اللي هي بتاعت السفر دي، عشان اشيلها في جوه السراير يعني. فكنت بص، كل ما يعني كل غسلة كده اغسلها واروح ايه اطبق واحط في الشنط. بس فدي كانت اخر غسلة عندي. يعني كنت مستعجلة عليها وكده عشان اشيل وخلاص بقى واقفل السراير. وخلاص على كده نبتدي بقى نشوف الهدوم بتاعت الصيف، يعني نحطها في الدواليب وكده. عايزه اقول لكم، بصوا شايفين في شميس كده لونه اسود اهو. ده شميس كده بتاعي جلد. بعد ما نشرته يعني خدت بالي ان انا ممكن علامة المشبك دي تبوظه. فخدوا بالكم يعني من حاجة زي كده. بس المهم يعني ان انا عدلته على طول. دخلت بقى بعد كده غيرته ودخلت على اوضة النوم. الجو بقى بدأ يحرر شوية، فروحت مغيرة الترنج التقيل اللي انا كنت لابساه، وقلت يلا بقى ايه البس حاجة كده خفيفة شوية وادخل على اوضة النوم. يعني كان بقالي كتير ما عملتهاش. فروحت مغيرة بقى الملاية وسبت السرير يتهوى كده شوية، وخدتها تنفيضة حلوة ونفضت الشباك كمان، ونفضت التكييف خدته معايا كده. ورحت مطلعة بقى ملاية جديدة. بصوا الملاية دي انا بحبها قوي، بحس ان هي شكلها شيك كده على السرير لما بفرشها. هي بسوست كده ونصين، يعني نص اللي لونه بينك كده واللون اسود النص التاني. بصوا شايفين سهلة قوي في التلبيس بتاعها، يمكن اكتر ملاية بحبها عندي. شايفين؟ ولا بتطلع بقى من مكانها المخدة ولا اي حاجة، عاملة زي الملايات اللي هي باستك كده. ظبطت بقى المخدة الكبيرة والخداديات الصغيرة دي كده اهو، وخلصت على طول الحمد لله. اليوم ده كان يعني كل حاجة خلصت بسرعة، ما خدتش وقت. بصوا بقى الحركة بتاعت المشط دي حلوة قوي، بتسهل عليا. يعني لو عندك بقى ضوافرك طويلة، او يعني ايدك بتوجعك من الملاية كده، هي الحركة دي حلوة وبتخلي الملاية مشدودة كده عارفين انتوا الملايات اللي هي بتاعت الفنادق؟ شفتوا بتبقى السراير مفرودة قوي ازاي؟ اهو شايفين. عندي بقى هنا كنت حاطة الاتنين كومودينو دول جنب بعض كده، وكنت يعني بحط فوقيهم بطانية، عشان كنت بخاف زين يقع من على السرير. فبقول ايه يعني لو وقع يقع على البطانية اللي فوق الاتنين كومودينو، فاهميني؟ ما يقعش في الارض يعني. المهم قلت بقى لا خلاص، انا هرجعهم بقى مكانهم كفاية كده. ورحت شايلة السجاجيد. لو خدتوا بالكم هنا في الموب ده، هو انا سبته
في الجردل بتاعه في المية. فلما جيت بعد يومين ببص فيه انا كنت ناسية المية خالص، لقيته اتقطع كده ويعني خلاص مش نافع. فقلت اقول لكم يعني عشان ايه يعني ما تغلطوش الغلطة دي. فالمهم جيت اجرب امسح بيه لقيته مضايقني. مش بيتعسر ولا يعني راضي ينزل كده في السنان بتاعة الجردل، فاهميني؟ بس فكان عندي بقى الشرشوبة دي لسه جديدة يعني ما استعملتهاش اول مرة اهو. رحت جايباها كده وجايبة العصاية دي بتاعت ممسحة برضو بتاعت الحوائط. بعدين لقيتها خفيفة، العصاية نفسها خفيفة والشرشوبة بتتقل من المية. فلقيتها كده ايه، حسيت ان هي تتكسر في ايدي. بصوا هتاخدوا بالكم اهو، رحت مبدلة تاني، جبت العصاية التانية بقى بتاعة الموب. المهم يعني ان انتوا ما ترموش حاجة اهو، كل حاجة بتنفع. ركبت بقى العصاية دي التانية، كانت اتقل واجمد شوية، ورحت خدت الأوضة كده على طول تلميع، ما خدتش وقت. مية بقى وديتول وروايح حلوة بقى، انتوا فاهمين طبعا. هنا اهو بعد ما رجعت الكومودينو تاني حاسة كده الأوضة اترسمت وبقى شكلها أحسن. قولولي بقى ايه رأيكم في الفيديوهات اللي زي كده، بتحبوها ولا ايه؟ طريقة التصوير كده عجباكوا ولا في حاجة مضايقاكوا مثلا؟ عايزة اقول لكم بصوا خليت الارض فل. يعني انا بصوا ما انا غلسة شوية، مش بحب اسيب بقى ايه ولا فتفوتة ولا شعراية كده في الارض، لا لا بتضايق من الحركة دي. فخلصت بقى هنا كده واستنيت الارض لما نشفت، ورحت منفضة السجادة على طول وحطيته. بس وجبت بقى المفرشين دول حطيتهم كده على الكومودينو. جيت احط بقى عند التسريحة بس لقيت لا الشكل مش حلو، عشان كمان انا حاطه واحد تحت الازاز. فقلت لا بعدين بقى، انا اصلا عايزه اجيب مفارش جديده لاوضه النوم. بس دول حطيتهم كده مؤقتا يعني دلوقتي وانا بروق. بصوا المرايه بقى هنا ايه، هي مغيمه. انا الاول بمسحها باللي هو بتاع الازاز ده فبتغيم بقى مني كده. بستنى بقى عليها خالص بعد ما بتنشف، بروح عاملاها بسلكة مواعين، عارفين السلك ده؟ وهي ناشفة خالص كده بترجع بقى تلمع، بتبقى جميلة أوي ونظيفة. طبعا لمعت الخشب بقى ونفضت كل حاجة. ودي بقى الملاية اللي انا لسه شايلاها قدامكم، قلت يلا على طول كده احطها بالمرة. وكان في شوية غسيل كده، حاجات فاتحة يعني قليلة مش كتير، فقلت يلا بقى بالمرة كده اشغل على طول في بداية اليوم كده، وايه لما يخلص انشره على طول اكون عملت بقية الحاجات التانية. بصوا بقى انا هنا بحب ايه استغل الوقت اللي انا فاتحة فيه الموتور بتاع المية، بحب اغسل مواعين في نفس الوقت اللي الغسالة شغالة فيه. فاهميني؟ انا عندي المية ايه بتطلع بالموتور. فبحب افضل واقفه كده ايه، يعني لو في طبقين ولا حاجه اغسلهم، عشان ما افضلش افتح واقفل بقى ايه في الميه للغساله يعني. دول بقى كانوا شويه مواعين قليلين كده، طبقين على بتوع الفطار على كام كوبايه كده بتوع الشاي بلبن. بس بص انا طبعا انا مش بعلمكم، يعني هو احنا كلنا بنعرف نغسل مواعين وكل حاجه، انتوا بتعرفوا تعملوا احسن مني كمان. بس انا بحب الفيديوهات دي قوي. قولولي كده مين زي يعني انا مثلا، والله لما بكون مكسله بفتح اتفرج على اي حد على اليوتيوب وبتشجع من الفيديوهات دي. عايزه اقول لكم انا بحب قوي في الصيف بحب اغسل مواعين قوي حتى لو كتير، بحس ان انا منتعشه كده والميه بتريحني.
انا اليوم ده بقى كنت شغالة كده بمزاج. ما كنتش هعمل غدا بقى، هو بس الفطار اللي عملناه، ويعني اتصلنا جبنا بيتزا وكده، وبس عملت بطاطس محمرة جنبها. وقلت بقى يلا خش على البوتاجاز كمان، وانا خلاص بقى انا مرتاحة مش هعمل اكل. فبصوا دخلت على البوتاجاز كده اهو. بصوا هو يبان لكم ان هو نضيف، طبعا هتقولوا لي انتي بتغسلي ايه، بس لا هو كان عليه يعني مطرح القلي وكده. الزيت بقى مطرطش على الازاز وعلى ده ورق فويل كده اللي هو التقيل ده انا حطاه. وعايزه اقول لكم حلو قوي، بيحافظ على البوتاجاز جدا. وبيفضل بقى فتره كبيره، يعني مش زي العادي اللي هو بتاع الاكل ده. لا ده بيقعد فتره كبيره قوي يعني. وعادي بيتغسل بسلك وبليفه وكله يعني. انا بقى اشوف المنظر ده كده خلاص كده انا نفسيا مرتاحه، وبصوا مش عايزه 100 خروجه. كلنا كده طبعا، صح؟ مش انا بس. هنا بقى كنت خلاص كده بفنش اخر حاجه. احلى لحظه في الحياه هي دي، لما بنشف المية كده من على المطبخ. خلاص كده انا ما بحبش اسيب ولا نقطة مية على الرخام، عشان ما يبقاش فيه ريحة وحشة بقى ولا يجيلنا حشرات ولا كده. الحمد لله دايما انا مطبخي نضيف، ما بحاولش استنى عليه ولا اسيب فيه اي حاجة. بس ده كده خلاص كان اخر حاجة، كنت المفروض ان انا هنضف الحوض. وخلاص على كده يعني الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتشجعتوا لو بأي حاجة بسيطة. لو انتوا حابيني بقى وعايزين نكمل، حطولي لايك وما تنسوش الاشتراك عندي وتعملوا شير للفيديو، وتشتركوا من كل التليفونات اللي في البيت. يلا يا حبايب قلبي، مع ألف سلامة.